شخصيات حموية كردية. أعلام في سطور: الدكتور محسن الباكر البرازي، رئيس وزراء سوريا الأسبق، شهيد الظلم والغدر والخيانة، بقلم المحامي معتز البرازي. هو من مواليد حماة 1902. هو عمي وأحد أبناء جدي خالد الباكر البرازي الذي كان نائبا في مجلس المبعوثان العثماني. تابع دراسته الابتدائية في حماة. تابع دراسته الإعدادية والثانوية في مدرسة برمان الإنجيلية في لبنان. تابع دراسته الجامعية في فرنسا، حيث حصل على شهادة الحقوق عام 1930 من جامعة ليون. حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي عام 1932 من جامعة السوربون في فرنسا. هو أول من تحدث بالاشتراكية بمفهومها العلمي والاقتصادي، بدليل أن رسالته التي حصل بموجبها على شهادة دكتوراه كان عنوانها الإسلام والاشتراكية، إسلاميسم إي سوسياليسم، وأن الرسالة ما زالت محفوظة في مكتبة جامعة دمشق باللغة الفرنسية. أصبح أستاذا ذا كرسي في الجامعة السورية جامعة دمشق حاليا، حيث قام بتدريس مادة القانون الدولي. عمل وزيرا للمعارف عام 1930. عمل مستشارا قانونيا للرئيس شكل القوتلي بين عامي 1943 و 1949، وكان يكتب له خطاباته، ومن ضمنها خطاب القوتلي في يوم الجلاء 17 نيسان 1946. كان محسن البرازي وزيرا للداخلية في عهد شكل القوتلي، وقد عاد إليه حسني الزعيم في أول عهده بتولي سفارة سوريا في القاهرة بشهر نيسان 1949، ثم ما لبث أن أصبح رئيسا للوزراء في أواسط شهر حزيران من العام ذاته. في 14 آب 1949 حدث انقلاب بقيادة اللواء سامي الحناوي، حيث تم إعدام حسني الزعيم ومحسن البرازي ظلما وغدرا ولؤما في ذات اليوم، والحديث عن ذلك سيكون ذا شجون لا مجال لذكرها، لكن حرش البرازي قاتل سامي الحناوي الذي انتقم لمقتل محسن البرازي تحدث عن ذلك بالتفصيل في مقابلتين تلفزيونيتين لقناة الجزيرة عام 2004 وقناة سما الفضائية عام 2008.